كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش رفض اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الاتحاد السعودي. مقطع فيديو للاعب المصري الدولي طارق حامد خلال مباراتنا الفريقين أثارت منافسات ربع النهائي من مسابقة حراسة الحرمين الشريفين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر فيه حامد يتحدث إلى فلاديمير، وأشار البعض إلى أن المحادثة حملت كلمات وعبارات غير لائقة من منتصف القرن التاسع عشر. وقال فلاديمير ستويكوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية: أنا لا أفهم العربية إلا قليلا، وكل ما قاله لي هو ركلة الجزاء، لذا لن أقاضيه، ولم يفعل لاعب الاتحاد شيئا خاطئا أو سيئا، كل شيء كان رياضيا. وأضف لسرب ستويكوفيتش بخصوصة دول مقطع الفيديو على مواقع للتواصل لاجتماع ومطالبة الجماهير بمقاضته، دل بقوله: أنا لأتابع هذا ولأنتبه لهذه الأشياء. أشاد ستويكوفيتش بأداء فريقها أمام الاتحاد، واصف في نفس الوقت